السلام عليكم. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده وما نقصكم حتى خير. وتنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن حال. ودائما قناه خبز وزيتون تترحب بكم وتتقول لكم ما تبخلوش عليها بالاشتراك وبلي لايك وبتعليقكم الزوينه لتشجعنا نزيدوا للامام ان شاء الله. الاقتراح ديال اليوم غادي يكون عبارة عن الرز بالدجاج. يمكن لك تقدميه في الغداء او العشاء. وصفة جديدة تجي وسهلة في التحضير وتيبغيها الكبير والصغير. غادي ندوزو على بركة الله ونقولوا بسم الله ونبداو في الوصفة ديالنا. واحد المقلاة تنوضعو زيت الزيتون وقطعة ديال الدجاج اللي عندنا حسب المتوفر ولا على حسب الذوق ديالكم. الكميه اللي بغيتو غادي تستعملوها. غادي نضيفوا عليه التوابل، هي توابل عاديه: خرقوم وسكنجبير والفلفل الاسود او البزار، الملحه، الثومه والبصله كيف غادي تشوفوا معايا في الفيديو، والقزبور حتى هو انا ما عنديش ما استعملتوش. وغادي نخليهم يتشحروا ويطيبوا بطريقه عاديه. تنضيفوا زعفران شعره الا كان متوفر، تبقى اختياري. على كل غادي نخلي لكم الوصفه والمقادير في صندوق الوصف كيف العاده، غتلقاوه تما. وتبعوا معايا الفيديو شرح نفسه، ونتلاقاو في الطهي ديال الرز ان شاء الله. هنا كيف تشوفوا معايا ضفت شويه ديال السمن الحار، نسيتو ما استعملتوش في الاول وضفتو في الاخر. غادي ندوزو لطريقه ديال الرز. تناخدو واحد الاناء اللي غادي نطيبو فيه ونديرو جوج قياسات ديال الرز. انا هنا درت جوج زلايف ديال الرز اللي هما كيلو. تنضيف معاهم 4 ديال الزلايف تاع الماء، بمعنى القياس اللي درتو ديال الرز تدوبلوه. الا درتو كاس ديال الرز تديروا ليه 2 كيسان ديال الماء. انا هنا استعملت زلافه، 2 زلايف الرز ب4 ديال الماء، قياسكم ديال الملحه وشويه ديال الزيت البلديه، ونخليوه يطيب حتى تينشف. نحسو بداك الماء ما بقاش طالع الفوق، وعاد نغطيوه بالغطاء ونقصوا عليه العافيه. هكذا تجينا كل حبه بوحدها وتيكون مفرق، ما تيكونش معجن وتيجي بحال المفور. انا مشى ليا المقطع ديال الرز ملي طاب، كنصحبني واش تنصورو، مشى ليا ما تصورش، ولكن غادي تشوفوه في النتيجه النهائيه في التقديم. هنا درت الزيت والشعيرات ديال هادو تيبقاو اختياريين ديال الزعفران.